السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم يا جماعة. أخبار جديدة وأخبار كتيرة طالعة منين؟ طالعة من حرب روسيا وأوكرانيا. الحرب دي بقى لها يا جماعة أكتر من سنتين ونص شغالة، فيها كر وفر، فيها ضرب من الروس وضرب من الأوكران وغزو من روسيا وغزو من أوكرانيا. أوكرانيا دخلت إقليم كورسك الروسي. طب إيه اللي بيحصل؟ طب الحرب دي هتخلص على إيه؟ طب ليه الروس مش عارفين يخلصوا الحرب ديت؟ طب هل فعلا الروس مش قادرين يخلصوا الحرب دي؟ ولا في حاجة تانية منعاهم؟ طيب اوكرانيا هتسلم الاربع مناطق اللي الروس مسيطرين عليهم ولا لا؟ حاجات كتيره جدا عايز اكشفها لك يا جماعه. في البدايه بس عايز اقول لك ان العمليه بتاعت كورسك دي ايه هدفها، يعني الاوكران كان ايه هدفهم. اول حاجه هم دخلوا من غير اذن الامريكان، الامريكان كانوا يعرفوا، والامريكان بيساعدوا اوكرانيا عن طريق الاقمار الصناعيه وعن طريق المعلومات الاستخباراتيه. لكن الامريكان ما كانوش موافقين على العمليه ديت عشان العمليه دي ليها تبعات. طيب اي عمليه عسكريه يا جماعه بيبقى ليها اهداف. يعني ايه الاهداف بتاعت العمليه العسكريه داخل اقليم كورسك الروسي؟ هل انت بتستفز الروس؟ هل انت عايز تقعد على طاوله المفاوضات يبقى الروس واخدين منك ارض وانت واخد منهم جزء من اقليم عشان يبقى الراس بالراس؟ طب ايه اهدافها؟ مفيش اي حاجه حصلت يا جماعه. مفيش اي اهداف اتحققت من عمليه كورسك دي. لا انت سيطرت على المحطه النوويه، لا انت سيطرت على الاقليم كله، لا انت خليت القوات الروسيه في شرق اوكرانيا تنسحب او توقف الهجوم بتاعها. بالعكس، ده القوات الروسيه في شرق اوكرانيا بتهاجم بقوه، وكل يوم بتاخد مدينه جديده وبتاخد بلده جديده. ده اللي هيجنن الغرب، ده اللي هيجنن زيلينسكي. لان زيلينسكي لما طلع اتكلم وقال احنا الراس بالراس واحنا خدنا اقليم والاقليم ده احنا هنتفاوض عليه زي ما هم الروس واخدين جزء من اراضينا احنا واخدين جزء من اراضي الروس. لا، دي حاجه. الحاجه التانيه، الروس سايبينك تتوغل، ودي حاجه غريبه. خد بالك، منطقه كورسك دي ما تعرضتش لهجوم من ايام الحرب العالميه الثانيه، من ايام الالمان، وشهدت هزيمه الالمان. فانت دلوقتي بتتعرض لهجوم من قبل القوات الاوكرانيه. اوكرانيا مسيطره على 1200 كيلو مربع، مش 1200 كيلو طولي، لا 1200 كيلو مربع داخل اقليم كورسك الروسي. تمام. طيب ايه طول العمليه بتاعتك؟ طول الاراضي. في مشكله في الخطوط اللوجستيه بتاعتك، الامداد هيدخل ازاي؟ على فكره الروس يا جماعه مش بيقاوموا بشراسه جوه. تقريبا الروس بيعملوا حاجه او بيعملوا فخ للاوكران. فخ ازاي يعني؟ الروس مش بيدافعوا بقوه قوي، ولا هم مثلا بيعملوا خنادق، ولا هم مثلا بيضربوا بقاذفات، مع ان هم ممكن يعملوا الحاجات دي. تقريبا كده الروس يا جماعه بيعملوا فخ للاوكران. القوات البيلاروسيه حركت قوات فاجنر اللي عندها على الحدود ناحيه روسيا. غالبا القوات بتاعت فاجنر دي هتقطع الحدود من عند مدينه سومي وهتدخل اقليم كورسك، وهيطوقوا القوات الاوكرانيه اللي جوه. وده هيبقى حصار جامد على القوات الاوكرانيه اللي هي يقدر عددها بالالاف ومئات المعدات الامريكيه والغربيه والبريطانيه يا جماعه. لان اوكرانيا دفعت بكل ما تملك في المعركه دي. اوكرانيا دفعت بكل حاجه. معدات حديثه، ماشيين معاهم دفاعات جويه جوه بيضربوا الطيران الروسي، معاهم مدفعيه، معاهم صواريخ ستورد ماشادو والهايمرس الامريكيه. ففي فخ بيتعمل للاوكران يا جماعه بسبب الهجوم اللي انا اسميه هجوم غشيم، يعني ملوش اي لازمه. انت بالعكس، انت ضحيت بجنود، ضحيت بناس كتير، ضحيت بمعدات، ضحيت بافراد. كل ده عشان ايه؟ عشان خاطر شو؟ او عشان خاطر تسيطر على حته من الاراضي الروسيه؟ لا طبعا. في فخ بيتعمل لان الروس سايبينهم يتوغلوا، فهم كل ما هيتوغلوا اكتر كل ما هم بيقعوا في الفخ اكتر يا جماعه. دي حاجه. الحاجه التانيه، امبارح روسيا تقريبا طلعت حوالي من 13 ل 15 قاذفه يا جماعه. قاذفه، ما كانتش بتضرب بالقواذف. يعني ايه قاذفه؟ في حاجه اسمها مقاتله. المقاتله دي اللي هي السخوي 25 والسخوي 35 او الاف 16 او الاف 35، دي اسمها مقاتله. القاذفه دي يا جماعه بتبقى حاجه اكبر من المقاتله، اطول واكبر وليها جناحات كبيره. ودي بتطير على ارتفاعات كبيره جدا. عشان كده اسمها قاذفه. ارتفاعات كبيره، الدفاعات الجويه ما بتجيبهاش، وبتبقى بتحمل اطنان من المتفجرات ورؤوس نوويه. فعشان كده لما يقول لك امريكا بتحرك القاذفات بتاعتها، روسيا بتحرك القاذفات بتاعتها، القاذفات دي حاجه كبيره جدا. فروسيا امبارح طلعت من 13 ل 15 قاذفه، ضربت كييف ضربه هي الاعنف من بدايه الحرب. ضربت محطه الكهرباء الرئيسيه بتاعت كييف يا جماعه. محطه الكهرباء بتاعت كييف دي بتدي اوكرانيا وبتدي رومانيا. دمرت المحطه دي يا جماعه، ودمرت محطات تانية، وضربت مدن تانية باكتر من 100 صاروخ.
انت متخيل اكتر من 100 صاروخ واكتر من 100 مسيره. ده انتقام شديد جدا. الاوكران كلهم كانوا في محطات المترو، وكانوا في الخنادق في كييف، وكيف ضلمت لغايه وانا بصور دلوقتي معاك الضرب شغال. الروس يا جماعه هينتقموا انتقام شديد. دي حاجه. الحاجه التانيه عايز اقول لك ان الروس كانوا ممكن يعملوا كده من الاول. هم من الاول مش عايزين يضربوا ولا محطات كهرباء، ولا عايزين يضربوا اماكن مدنيه ولا اي حاجه. ممكن يخلصوا الحرب دي في كلمه. ممكن يحول لك كيف دي لمدينه مهجوره، اوكرانيا تخسر الحرب. لكن هو ما كانش عايز يعمل كده، لكن انت بتستفزه عشان هو يضرب نووي. لا، هو مش هيضرب نووي، هو قادر هو يخلص الحرب دي. في ناس هتقول لي وهتبعت لي وتقول لي وانت بتنحاز لروسيا. انا مش بنحاز، انا بقول لك ان الجيش الروسي ده جيش كبير. يعني الجيش الامريكي رقم واحد، الجيش الروسي ده رقم اتنين، الجيش الصيني رقم تلاتة. فده جيش كبير. وبعدين دي هو مسمي الحرب دي عملية عسكرية. عملية، في فرق بين العملية العسكرية وفي فرق بين الحرب الشاملة يا جماعة. بس هو ده اللي انا كنت عايز اشرحه لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.